الأخبار الموجزة ليوم الاثنين. صرحت وزارة شؤون الشهداء والمعاقين إنها بدأت سلسلة من رواتب 6 أشهر للمعاقين والأيتام والأرامل، وحتى الآن حصل آلاف الأشخاص على مخصصاتهم. صرح وزير الإسكان والتنمية العمرانية الشيخ حمد الله نعماني للشعب في برنامج مساءلة الشعب أن تطهير الأراضي في الكابل الجديد عام 1402 والاهتمام بأجزاء أخرى من هذا المشروع من أولويات الوزارة. تم الانتهاء من مشاريع السدود والجدران الاستنادية والقنوات وتشغيلها في مركز لوغر ومناطق محمد آغا وخروار بتكلفة 94 مليون أفغاني. أحيل 8 أطفال آخرين يعانون من أمراض القلب إلى المستشفى الداخلي في العاصمة كابول لتلقي العلاج والجراحة من قبل الهلال الأحمر الأفغاني. أحال الهلال الأحمر الأفغاني 1560 طفلا إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج والعمليات الجراحية في الأشهر 12 الماضية. صرحت بلدية كابول تم تنظيف وسقي الأشجار جماعيا على مستوى منطقة الثامنة. يقول مدير مستشفى الشيخ زايد الوطني لعلوم الأعصاب إنه مع وصول الإمارة الإسلامية تضاعفت خدمات هذا المستشفى وانخفض عدد المرضى الذين يسافرون إلى الخارج بنسبة 50%. صرح وزير الحدود والقبائل الملا نور الله نوري أن هذه الوزارة أنشأ 34 مجلسا كبيرا في 34 مقاطعة لغرض الوحدة والانسجام بين القبائل.